مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. هكلمكم عن اعلى 10 مصارعين اجورا في الدبليو دبليو اي، وده لسنه 2024. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. ونبدا برقم 10 معانا، والاعلى في السيدات اجرا في الدبليو دبليو اي، وهي ريا ريبلي بمرتب سنوي 6 مليون دولار، لانها بقت اكتر حد من مصارعين السيدات شهره في الدبليو دبليو اي. واللي كمان ساعد على شهرتها انها تزيد اكتر قصتها مع فريق الجادجمنت داي وانضمامها ليهم في سنة 2022، وقصتها مع الدمدم، وده خلاها تعمل مبيعات كتير، والفقرات بتاعتها اللي بتظهر فيها بتجيب مشاهدات، وكمان سنها الصغير ده يخليها تكمل مع الاتحاد لاكتر من 10 سنين كمان قدام. ونروح للمركز التاسع معانا، صاحب كلمة الييت، وهو جاي اوسو بمرتب سنوي 7 مليون دولار. طبعا ده كده رقم كبير بالنسبه لمصارع كان اصله تاج تيم، بس طبعا بعد انضمامه للبلاد لاين وقصته الطويله مع رومان رينز وخيانته ليه بعد كده وانشق وبقى مصارع فردي، ده اداله شهره كبيره جدا، وبقى عنده قبول كبير جدا، حتى الناس كمان بتتفاعل معاه مع دخلته للحلبه، وبقى عامل منافسه كبيره جدا مع مصارعين الصف الاول في عدد المبيعات، لانه كذا مره يرتب عليهم كمركز اول في عدد المبيعات بتاعته. نجاح كان عمره ما كان يتوقعه جي اوسو نفسه اصلا، ففعلا مصارع زي ده هيبقى يوما ما معاه بطوله العالم. ونروح للمركز الثامن معانا، وهو فين بالور، وطبعا دي كذا حد ممكن يستغربها برضو. فين بالور لسه مجدد عقده السنه دي مع الدبليو دبليو اي بمرتب سنوي 7 مليون دولار، نفس الرقم بتاع جي اوسو. وزي ما فريق الجادجمنت داي ساعد على شهرة وزياده شعبيه ريا ريبلي، نفس الكلام حصل برضو مع فين بالور، ان هو برضو اتشهر اكتر. وفين بالور بصراحه مصارع كبير جدا ويستحق ان هو يكون بطل، وشايف ان هو واحد من المصارعين اللي اتظلموا جدا في الاتحاد. بس كانت طالعه اخبار ان فين بالور هيرجع تاني اتحاد اليابان، بس الدبليو دبليو اي عرفت تتفاوض معاه ويدوله مرتب عالي، وفين بالور ماضي عقد مع الدبليو دبليو اي مدته 5 سنين. وطبعا الرقم اللي هو واخده ده يوضح لك ان هو فين بالور على موعد مع دفعه قويه جدا من الاتحاد، وبنسبه كبيره جدا الدفعه بتاعته دي هتكون في سنه 2025، وهتكون دي السنه بتاعت فين بالور بنسبه كبيره. ونروح للمركز السابع معانا، وهو كيفن اوينز. كيفن اوينز عن اخر عقد مضاه مع الدبليو دبليو اي كان في سنه 2022 بمرتب سنوي 7 مليون دولار، نفس الرقم بتاع فين بالور وجي اوسو. وطبعا ده برضه رقم كبير بالنسبه لمصارع ما بيتصدرش الاحداث الرئيسيه كتير، ولا برضه بياخد الالقاب الكبيره، بس ده يدل على قد ايه كيفن اوينز مهم جدا بالنسبه لاتحاد الدبليو دبليو اي، وما يقدروش يستغنوا عنه. وكيفن اوينز العقد بتاعه اللي كان ماضيه مع الدبليو دبليو اي في سنه 2022 كان مدته 3 سنين، يعني السنه دي اخر سنه للعقد بتاعه، وعلى ما اظن ان هو هيجدد عادي برضه مع الاتحاد ومش هيسيبهم، لان هو هيفضل ان هو يكون جنب صديق عمره وهو سامي زين، وكمان هو بياخد مرتب مش قليل، فاتمنى ان الاتحاد يهتم بيه شويه ويشيل الالقاب الرئيسيه. ونروح للمركز السادس معانا، وهو المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. وزي ما احنا كلنا شفنا السنه دي ان درو ماكنتاير جدد عقده مع الاتحاد بعد ما كان بيطلع اشاعات ان هو عايز يسيب الاتحاد ويمشي، لكن هو فاجئ الكل مره واحده بان هو جدد العقد بمرتب سنوي 8 مليون دولار. وزي ما احنا شفنا برضو الهديه اللي بعتها ذا روك علشان جدد عقده مع الدبليو دبليو اي، وده يدل على قد ايه ان فعلا درو ماكنتاير واحد من اهم المصارعين في مجال المصارعه عامه. مصارع متكامل فعلا من كل حاجه، البنيه الجسديه وطريقه تقديمه للبروموهات والقصص، وزي ما احنا شايفين قصته مع سي ام بانك قد ايه فعلا هي جميله جدا، وان احنا نتمنى ان القصه زي دي ما تخلص. وشوف هو فعلا مخلي لك القصص زي واقعيه. بجد انا واحد من الناس اللي شايف ان درو ماكنتاير ما ينفعش يمشي كده فاضي، لازم يمشي وهو معاه حزام، لانه بجانب كل ده كمان هو بيعرف يقدم ماتشات عاليه. ونروح للمركز الخامس معانا، العدو اللدود لدرو ماكنتاير، وهو البيست ان ذا وورلد سي ام بانك، اللي ساب المصارعه خالص في 2014، بس بعدها ب7 سنين رجع تاني للمصارعه، لكن مش عن طريق الدبليو دبليو اي، راح الاتحاد الجديد وهو الاي اي دبليو، وده كان في سنه 2021. بصراحه كان عامل عوده تاريخيه، لان الناس كلها كان وحشها سي ام بانك، وكله كان نفسه يشوف تاني سي ام بانك على الحلبه بيصارع، لكن للاسف سي ام بانك مخليش من المشاكل في اتحاد الاي اي دبليو لحد ما مشوه في سنه 2023. وفي نفس السنه دي سي ام بانك يرجع تاني للدبليو دبليو اي في عرض سرفايفر سيريس. وسي ام بانك معروف طبعا بشعبيته الضخمه وموهبته الكبيره على المايك برضه وتقديم السيناريوهات وتحقيقه برضه طبعا للمبيعات الضخمه، فمرتبه السنوي مع الاتحاد وهو 8 مليون دولار، نفس الرقم بتاع درو ماكنتاير. وفي المركز الرابع معانا، وهو سيس فريكينج رولنز، عن مرتب سنوي 9 مليون دولار. والسنه دي اصلا سيس رولنز مجدد عقده مع الاتحاد، وهو فعلا يستحق الرقم ده من الاتحاد، وده نظرا لانتمائه الشديد لاتحاد الدبليو دبليو اي، وقد ايه زي ما انتم شايفين تريبل اتش بيعتمد عليه في كل حاجه، وبيتعامل مع سيس رولنز قد ايه وبيعتبره زي ابنه كده. وفعلا سيس رولنز مش مؤثر مع الاتحاد ولا مع الجمهور، وقد ايه شعبيته كبيره ومستواه عالي جدا على الحلبه. وطبعا قبل ما يتصاب ويغيب الفتره الكبيره دي كان معاه حزام الورلد هيفي ويت شامبيون اللي خسره لدرو ماكنتاير في عرض راس المنيا الاخير.
ونروح للمركز الثالث معانا الليجند كيلر صاحب حركة الارك يقول متنوعة، وهو الفايبر راندي اورتن بمرتب سنوي 10 مليون دولار. وطبعا انا شايف ان راندي اورتن يستحق برضه اكتر من كده، لان هو بقاله مع الاتحاد اكتر من 20 سنة ولسه مستمر برضه في عالم المصارعة، وانتمائه شديد جدا للدبليو دبليو اي، وشغفه لسه كبير جدا بالمصارعة، على عكس مصارعين جيله زي جون سينا وباتيستا اللي اختاروا مجال التمثيل وما كملوش في المصارعة. فطبعا راندي اورتن واحد من اساطير عالم المصارعة، واللي انا بعتبره عمود اساسي للدبليو دبليو اي، لان هو فعلا اسطورة. ونروح للمركز الثاني معانا الشهامة والجدعنة كلها، تنين عروض المصارعة، بطل الدبليو دبليو اي اندسبيوتد تشامبيون حاليا، وهو الامريكان نايت مير كودي رودز. طبعا بعد ما ساب اتحاد الاي دبليو ورجع تاني لدبليو دبليو اي، بقى واحد من اهم المصارعين في الاتحاد، اذا ما كانش اهمهم اصلا، لان الاداره اختارته هو بالذات اللي ينهي فتره رومان رينز بعد استحواذ رومان رينز على اللقب لمده 4 سنين. وطبعا هي دي القصه الاساسيه بتاعت كودي رودز من ساعه ما رجع الاتحاد، ان هو يحقق حلمه ويحقق حلم ابوه بان هو يكون بطل الدبليو دبليو اي. وكذلك كودي رودز ما اثرش مع الاتحاد خالص في حاجه، ولا اثر مع الجمهور، وده اللي خلى كمان شعبيته كانت تزيد اكتر. ويعتبر كمان كودي رودز من ابناء الشركه، لان هو كان مع الاتحاد الدبليو دبليو اي من زمان، ونظرا لانه بطل الاتحاد كمان حاليا، فهو بيتساوى مع راندي اورتن في الاجر السنوي، واللي هو 10 مليون دولار. ونروح بقى للمركز الاول، وكلكم اكيد عرفتوا هو مين، وهو الترايبال تشيف رومان رينز بمرتب سنوي 15 مليون دولار، اعلى مرتب لمصارع في عالم المصارعه كلها. واللي ممكن منكم يشوف ان هو رقم مبالغ فيه شويه، فطبعا لا، هو بالنسبه للاتحاد اصلا اكتر مصارع مدخل فلوس للاتحاد دلوقتي، بيستفيدوا منه كتير حرفيا، ده غير ان هي مبيعاته كلها رقم واحد، مشاهداته على اليوتيوب كبيره جدا، شعبيته بقت ضخمه جدا لدرجه ان الناس بقت تستناه عشان تشوفه، ده غير ان هو حاليا واجهه شركه الدبليو دبليو اي عامه، وماضي مع الاتحاد عقد الاساطير، اكتر مصارع بيتصدر المين ايفنت العرض راس المنيا. وفعلا رومان رينز طور من نفسه كتير جدا ال4 سنين اللي فاتوا، وبص هو دلوقتي عامل ازاي وبالنسبه للاتحاد ايه، فده يخليه حاليا يستحق الرقم اللي هو بياخده ده، وده مخليه فعلا عامل له هيبه كبيره قوي. ودول كده اعلى 10 اجور للمصارعين في الدبليو دبليو اي لسنه 2024. اكتبوا لي تحت في التعليقات مين اللي بياخد مرتب مبالغ فيه شويه بالنسبه لحجمه كمصارع. وهنا نكون خلصت، سلام.